الخوذة اتكسرت والسكوتر اتدشمل، بس انا الحمد لله انا حي بفضل ربنا، والله بفضل ربنا ثم بفضل حاجة مهمة. بس قبل ما اقول لكم ايه هي، يا ريت كله يشترك في القناة ويفعل زر الجرس وتصلوا على النبي، وما تنسوش الدعاء لاخواتنا بالنصر والتمكين ان شاء الله. هننزل دلوقتي تحت نتفرج على السكوتر شكله عامل ازاي بعد الحادثة، وايه هي الحادثة وحصلت ازاي. طبعا كل ده على طريق مصر اسماعيلية او القاهرة اسماعيلية. طبعا طريق القاهرة اسماعيلية ضلمة كحل بالليل، مفهوش ولا لمبة منورة نهائي. كنت مروح يوم زي اي يوم طبيعي جدا، مروح من مدينة الشروق طالع على القاهرة. مفيش ولا لمبة منورة على الطريق ولا عمود نور مولع على الطريق. فجأة وانا ماشي في الطريق لقيت في كومة رمل كبيرة جدا على الطريق من قدامي. طب انا هعمل ايه؟ جيت ادوس فرامل لقيت نفسي هتزحلق وهقع. دوست فرامل على مهلي، قعدت اكارك في فرامل. طبعا ده السكوتر بسم الله ما شاء الله، طبعا بقاله شهر بالظبط مركون، شهر كامل. ودي الخوذة اللي اتكسرت من هنا. طبعا انا لحمتها بامير يا دوبك تقضي الغرض لحد ما ربنا يكرم بقى ونجيب خوذة. طبعا دي الوقعة اللي وقعتها على دماغي من ورا، لولا الخوذة، لولا ستر ربنا ثم لولا الخوذة كان زمان الكسر ده، انا كان نفسي يبان كويس في الكاميرا، الكسر ده جوه غويط، كان زمان الكسر ده في جمجمتي، كان زماني ما بصورش فيديو زي ده دلوقتي. فالخوذة انا ماشي في الطريق، الدنيا كحل بالليل، مفيش اي اضاءة خالص في الطريق. يا واحدة افك لكم السكوتر اوريكم شكله عامل ازاي بقى. مفيش اضاءة نهائي في الطريق. بحاول ادوس فرامل مش عارف، يعني خفت ادوس مرة واحدة طبعا هتقلب وهتدشمل. كنت في فيلم رعب حرفيا. عربية جت من ورا طيرتني من على الطريق، طيرتني. طبعا السكوتر متكسر. حاولت على قد ما اقدر في خلال الشهر ده الحم فيه بعض اجزاء الفبر. وعرفت ازاي تلحموا الفبر وايه انسب طريقة، وازاي تروحوا لصنايعي محترم بيفهم في شغله. العربية طيرتني من على الطريق، ما لقيتش حد جنبي، ما لقيتش اي حد عربية توقف لي. الساعة كانت 11 بالليل، الناس مش شايفاني اصلا وانا مرمي على الطريق. فين وفين لما سندت نفسي وعرفت اقوم. حتى العربية اللي خبطتني وجريت، خافت لان انا كنت وقعت جرالي حاجة وهو يشيل مصيبة. السكوتر طبعا اتكسر من هنا من ورا خالص، اتكسر في كل حتة من ورا. طبعا لحام الفبر اللي وديتها عند صنايعي محترم، لحم من جوه ما بقاش باين خالص، مش باين نهائي اللحمات. الفانوس ده ما بقاش ينور، يعني هو منظر فقط، ما بقاش ينور نهائي. طبعا الكاوتش مريح على الارض بقاله شهر مركون، مفيش هوا جوه نهائي. طبعا خد خبطه في الجون، وقع طبعا على وشه وعلى جنبه. طبعا ده المارينو سبورت. طبعا يا شباب الفانوس ده طبعا انتوا عارفين ان الكشاف ده ممنوع في الترخيص، ولو حد وقفك في الطريق ممنوع الكشاف ده. طيب دلوقتي الطرق ضلمه وانا عملت حادثه بسبب ان الطريق ضلمه. لما ركب واحد زي ده ينور لي في الطريق، انا ما بتكلمش ان الطرق انتوا قافلين النور ليه بالليل من شهر 6 لحد شهر 8، بس دي مش حاجه يا دوبك. انا حتى وانا مركب ده ما شفتش الرمل اللي قدامي وعملت حادثه. حتى المساعدين يغرقوا زيت من كل حته، وقع على جنبه خرشم من هنا ومن هنا ومن هنا. طبعا السكوتر عايز حمله نظافه. ان شاء الله هنظبط السكوتر مع بعض واوريكم انا بفك حته فيه ونوديه للميكانيكي، ونكمل اللي عند بتاع الفبر فيه بعض حاجات بايظه.
طبعا كنت عايز افرجكم هنا على حاجة مهمة جدا. اياك 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 لو معاك سكوتر تسيبه في الشمس. كل اللي حصل ده بسبب ان السكوتر انا كنت بستسهل، بمعنى اصح اطلع الكفر بتاعه واغطيه. طبعا كل ده بسبب الشمس، كل ده بسبب الشمس، كل ده بسبب الشمس. فطبعا كل ده بدل ما تفك. طبعا القطعة دي دلوقتي بره بقت عاملة 600 700 جنيه، والقطعة اللي في وشها برضه بقت عاملة 500 جنيه اللي هي القطعة دي. فبدل ما تفك ويتركب انا اعلمك ازاي كل ده ينضف ويرجع احسن من الاول بكتير. كل ده هيتصنفر ويترش رش مظبوط، مش رش مسيل ولا رش لعبكة. اوريكم كل ده في الفترة الجاية ان شاء الله. اهم حاجة شوية نصايح كده على السريع نعرفها مع بعض عشان تبقى عارف ايه اللي يفيدك وانت راكب سكوتر في العموم. وانت راكب سكوتر لازم، او راكب اي مكنه في الدنيا، موتوسيكل صيني ريس اي حاجه، لازم يبقى معاك جلافز. انا وقعت على ايدي، بص زي ما انتوا شايفين الحاجات اللي في ايدي دي. شايف الجوانتي اتهرى ازاي مطرح الوقعه؟ يعني ده مطرح الوقعه. لولا الجوانتي ده انا كان زمان صوابعي هي اللي اتهرت، كان زمان صوابعي هي اللي اتهرت. لولا الجلافز ده، لولا الجلافز كان زمان صوابعي اللي اتهرت. تاني حاجه جاكيت عادي خالص، مش هقولك جاكيت سيفتي. انا لما وقعت اتخبطت من ظهري، وقعت على دماغي من ورا، وقعت على كتفي اهو. بص لولا الجاكيت ده، ما احنا في الصيف هتقول لي تيشيرت نص كم، كان زمان ظهري من ورا ضايع اهي مطرح الوقعه اهي. فانا كان زماني متدشمل ومتكسح، وقاعد شهر في المستشفى، وسايب شغلي وسايب دنيتي، وقاعد بتعالج وحاجات كتير السيفتي يا جدعان، السيفتي. تاني حاجة زي ما قلنا الخوذة مهمة. زي ما انت شايف، انت بتخرج على طريق الصبح، مش عارف اللي ممكن يقابلك. اتعامل دايما ان وانت سايق كل الناس جنبك ما بتعرفش تسوق. يا عم انت اجمد، انت بص افسخ واحد في الدنيا، انت الوحيد اللي بتعرف تسوق. اعتبر اللي جنبك كلهم ما بيعرفوش يسوق. خلي بالك من نفسك ومن اللي حواليك. اللي هيخبطك عادي، هيخاف يلبس نفسه مصيبة، هيخبطك ويجري زي اللي حصل معايا بالظبط. خوذة مخبوطة من ورا من هنا اهي، مكسورة اتكسرت من هنا واتكسرت من هنا. وطبعا كان في هنا وش من قدام برضو، والله اعلم وقع بقى لما سايق. طبعا اتكسرت من قدام، يعني الخبطة كانت جامدة، الخبطة سمعت قدام وورا. طبعا انا هنا لحمتها بأنير اي حاجة تمشي الدنيا. طبعا الخوذة دي طلعت معاش يا شباب، الخوذة دي ما ينفعش تتلبس تاني، عشان في ناس كتيرة قوي لقيتهم بيتكلموا مثلا في فيديوهات تانية ان الخوذة طالما حصل فيها كسر او حاجة بلاش تتلبس تاني عشان مقاومة الصدمات بتاعتها وكده. بس انا اعمل ايه دلوقتي؟ الخوذة باي دي انا كنت شاريها في 2021. انا اشتريت الخوذة والسكوتر في 2021. الخوذة دي معايا دلوقتي بقالها 4-5 سنين. كنت شاريها بكام؟ ب1000. دلوقتي اي حاجه، اقل حاجه LS2 مثلا، اي حاجه ده معديه 5-6-7 آلاف جنيه. فدعمونا بقى، ما تنساش تدعمونا بلايك وشير للفيديو عشان نعرف نشتري خوذه يا شباب. بس يا شباب اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. معلومه اخيره، طول ما انت سايق على الطريق لابس خوذه مش لابس خوذه، سبح ربنا دايما، اذكر ربنا دايما، استغفر ربنا دايما طول ما انت جوه الخوذه. ما وراكش حاجة طول ما انت سايق في الطريق، ركز في طريقك وخلي لسانك شغال بذكر الله. سبح جوه الخوذة، استغفر ربنا جوه الخوذة، قول اقرا قرآن وانت سايق. انت ما تعرفش انا كنت نازل يوميها يوم طبيعي جدا، مخلص شغلي ومروح الساعة 11 بالليل وراجع بيتي، ولا كنت اعرف ان هيجرى حادثة وانا مروح، ولا كنت هعرف اي حاجة. الله اعلم الرمله اللي كانت موجوده على الطريق ده يمكن عربيتين كانوا خابطين في بعض، وده زيت، والناس قالوا يفرشوا الطريق رمله مطرح الزيت وكده. الله اعلم عربيه مثلا نقل بتبقى معديه من الناس اللي مش سالكه بيدلقوا الرمل على الطرق، ولا هيهمهم بقى مين هيخش فيه، والطريق ضلمه. الطريق ضلمه كح. انا بس ربنا يكرمني كده المكنه تدور، واحاول اطلع على طريق مصر اسماعيليه اصور لكم الوضع بالليل بيبقى شكله عامل ازاي. الوضع خطر. وكل اللي ساكنين في مدينه الشروق، مستقبل العبور، العاشر من رمضان،
المناطق دي كلها عارفين طريق مصر اسماعيليه ده شكله عامل ازاي بالليل. فيا رجاله خلي بالكم من نفسكم. اهم حاجه السيفتي، اي حاجه في السيفتي حتى لا يعني كل واحد قدر استطاعته. عرفت تجيب خوذه، عرفت تلبس جاكيت. الصيف ما تقوليش صيف وشتاء وبتاع والجو حر، انت جاي كده على طريق سريع، انت افتح الجاكيت واجري، اجري براحتك، مش هتحس ان انت لابس جاكيت. البس جلافز زي ده بدل ما ايدك ما هتعرق مثلا وتلاقي ايدك بتسيل من على البنزين ولا من على الفرامل. فخلي بالكم من نفسكم، وان شاء الله السكوتر ده يرجع تاني احسن من الاول. السكوتر ده اللي عش بقاله معايا 5 سنين، كنت شاريه بتراب الفلوس زيرو، ده دلوقتي انا بسمع اسعار فلكيه. ده كان زيرو ب15,000 يا جدعان، سكوتر زيرو 15 في 2021، لسه مجدد ترخيصه تاني. دلوقتي السكوتر ده انا سامع سعره ب60 و55 و65 واسعار غريبه، وكل تاجر بيبيع بدماغه. فربنا يعينكم كلكم، وخلي بالكم من نفسكم، واخواتنا بتوع طلبات يعني خلي بالهم برضو من نفسهم، عشان الرجاله دي انا مثلا واحد يا دوبك بضرب سكوتر، بضرب مثلا المشوار مره الصبح 40 كيلو رايح 40 كيلو راجع، رايح الشروق راجع من الشروق، هما مشوارين في اليوم عشان انا شغلي في الشروق. في ناس تانية الله يكون في عونها مثلا زي رجاله الطلبات اهو، من غير ما اجيب مثلا نمره المكنه، رجاله الطلبات دي الله يكون في عونها، يعني 8 ساعات 10 ساعات تلاقيه عيني في الشارع في عز الشمس في عز البرد. ربنا يعين الكل، ربنا يعين الكل. خلوا بالكم من نفسكم، وان شاء الله كل اللي جاي خير، وهنرفع كفاءة المكنة دي ونديها غسلة محترمة ونصلح كل اللي متكسر فيها ده. كل ده هيتظبط ان شاء الله. اهم حاجة برضو بدل ما تتعب قلبك وتقعد تشتري في جديد، الديل اللي ورا ده لما اتكسر انا قلت اريح دماغي واشتري جديد. انا حاجه قالت لي وانا على الطريق الم المتكسر، لم كله ارميه في شنطه المكنه وبعد كده نتصرف. الديل ده انا لسه لاحمه من يومين، قلت اعمل حاجه في السكوتر. انا سالت على الديل ده ومن غير ذكر محلات واقول بيتباع عند مين وبكام، انا بسال عليه يا جدعان، ده عامل 500 جنيه. الديل العبيط البلاستيك ده 500 جنيه. انا رحت لحمته من جوه ومن بره ومش عارف ايه، مش باين فيه اللحم نهائي. الراجل خد كام ده لحم ده ولحم الجنبين، كان في الجنبين بعض حاجات برضه في الجنب ده والجنب ده، لحم كله من جوه. يعني انت لو مشيت كده مفيش اي حاجه باينه نهائي، كله من جوه. الكلام ده انا لو كنت غيرته كان كلفني كتير جدا. الكلام ده كله ما كلفنيش 100 جنيه 100 جنيه عند بتاع فبر محترم. في واحد بتاع فبر مش سالك مثلا. انت بتروح، انا كان زمان مثلا ايه الرفرف اللي قدامي اتخبط مني، بص الشغل ده عن الشغل اللي ورا، بص المعفن عامل ايه يعني من غير ما نغلط في حد. بس انا لما عملت ده فرحت، اللي هو وفر عليا مثلا وعمل لي الرفرف ده كده وتصلح، بدل ما اشتري واحد جديد الرفرف ب 800 900 جنيه، قلت لا خلاص عمله لي ب 100 جنيه برضه. وشوف من امتى، من زمان كنا من بعد ما اشتريت السكوتر بشهرين 3 تقريبا، خد في الحته دي 100 جنيه، وقلت اهو يلا وفر من عليا. بس لما شفت الشغل ده وشفت الشغل اللي ورا ده، لا عرفت ان يعني ايه في صنايعي نضيف وصنايعي تاني، يعني ربنا يهديه ويتقي ربنا في شغله ويعرف ازاي يشتغل عدل ويراعي ربنا. واللي عايز يا جدعان رقم الصنايعي اللي عمل لي لحامات الفبر اللي مش باينه دي خالص، ممكن يبعت لي يعمل لي كومنت برضو وانا ارد عليه وادي له العنوان بالظبط. ان شاء الله خير. خلوا بالكم من نفسكم، ما تنسوش لايك وشير للفيديو، ادعموني اللي احنا نجيب خوذه بقى يا جدعان يعني. يلا السلام عليكم.